تماما 10 مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضاء الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. نيافة الأنبا لوقاس يوجه رسالة بعيد القيام. سيمينار التعليمية في الإقليم الجنوبي، دعوة لتطبيب سريع للعيون. ضربة جوية أمريكية تقتل 3 مسلحين في الصومال. ختام جولة محادثات بشأن سوريا في كازاخستان. وترامب يعلن انسحاب بلاده من المعاهدة الدولية للأسلحة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه نيافة الأنبا لوقاس الأمين العام لمجلس قساوسة الكنيسة الأرثوذكسية البترية رسالة بمناسبة عيد القيام، وأوضح نيافته الخلفية التاريخية لعيد القيام معربا عن تمنياته الطيبة بالمناسبة للشعب البتري عامة والمسيحيين خاصة. وقال نيافة الأنبا أن الاحتفال يستدعي منا مساعدة إخوتنا المحتاجين ومقاسمة الجيران ودعم من ليس لهم راعي. وقدم نيافة الأنبا لوقاس تمنياته لاكتمال السلام الذي حصلنا عليه حاليا، وهنأ حكومة والشعب بريتريا وقوات الدفاع بعيد القيام المجيد. عقدت سيمينارات للمعلمين المرحلة المتوسطة في الإقليم الجنوبي لتقوية العملية التعليمية ونتائج الطلاب. وشارك في السيمينارات التي عقدت في مدينتي دقم حري ومندفر يومي 20 و25 من أبريل الحالي أكثر من 700 معلم، قدم فيها خبير التعليم الدكتور صالح محمود والدكتور تيدروس سيوم توضيحا حول عوامل بناء نظام تعليمي جيد في القرن ال21 بذكر تجارب الدول النموذجية. وشرح قضية توازن الانتشار التعليمي ومشاركة المجتمع في العملية التعليمية، وعلى أهمية تنفيذ الأساسيات التعليمية لتقوية النظام التعليمي وكفاءة الطلاب، داعين المعلمين للقيام بدورهم المهني لتحسين مستوى ونتائج التعليم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبدسكي كداني أن النتائج المميزة في التعليم نتاج العمل المنسق وتفاني كافة قطاعات المجتمع. ودعت السيمينارات لإعداد دراسات للتعرف على الفجوات والتحديات التعليمية واتخاذ مبادرات لتقييم تجارب الدول النموذجية بالمقارنة مع النظام التعليمي بالبلاد. وقال المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بيتروس هيلا مريم أن السيمينارات المبنية على الدراسات ارتكازا على تجارب الدول الناجحة تساعد لتطوير كفاءة التعليم، موضحا أن عهد السلام الحالي يدفع للقيام بالاستثمار لوضع خطط طموحة للتنمية الوطنية التعليمية. وتوجد في الإقليم الجنوبي 162 روضة أطفال و261 مدرسة ابتدائية و93 متوسطة و29 مدرسة ثانوية. دعا أطباء العيون في مستشفى برهان عيني بأسمر مرضى العيون للقيام بعلاج سريع قبل استفحال المرض. وقال الأطباء أن الإسراع للمستشفى يساعد العلاج سريعا، وأن التأخير واتخاذ خيارات أخرى يعقد المرض. وأوضح مدير مستشفى برهان عيني الدكتور كحساي فسهاتين أن المستشفى يستقبل يوميا من 150 إلى 200 مريض، واستقبل عام 2018 حوالي 58 ألف مريض تتفاوت حالاتهم. وأشار إلى انخفاض الضغط على المستشفى نتيجة الاستثمار الصحي الذي جرى في مستشفيات البلاد وتقديمها لخدمات طب العيون. وأوضح المرضى بدورهم عن تلقيهم خدمات جيدة في المستشفى. دشن في فندق باسرة في 25 من أبريل كتابين في مختلف الدراسات التعليمية. وأصدرت دار الأمانة للطباعة ومكتبة أوقت للنشر الكتابين، حيث يضم الكتاب الأول منشورات دراسية بترية رقم 8 في 254 صفحة، والكتاب الثاني عبارة عن نشرة علمية وهندسية رقم 4 مكونة من 200 صفحة. وقال بروفيسور الجيوفيزياء ومساعد عميد التعليم الأكاديمي في معهد إريتريا للتقانة قبر برهان عقبازقي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة
أن نشرة الدراسات التعليمية الإريترية التي أعدتها كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بعد قيح انطلقت من الدراسة التي أعدت مسبقا بإشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وشارك فيها الكثير من المثقفين والباحثين. من جهته أوضح عميد معهد إريتريا للتقانة البروفيسور جبراي أسكودوم عن طباعة 4 نشرات علمية هندسية في 5 مواد منذ 2014 بهدف تشجيع الدراسات البحثية في إريتريا وحصول الطلاب على معلومات موسعة والتعريف بإريتريا وخلق فرص الحوار بين المثقفين. يقوم سكان ضاحية مغركة بمديرية لقو عنسبة بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه استعدادا لموسم الخريف. وذكر مدير الضاحية السيد أنغوسوماس ملاش أن النفير الجاري 3 أيام في الأسبوع يشارك فيها أكثر من 200 مواطن لتمهيد الأراضي الزراعية وتنمية المياه الجوفية والتمهيد لبناء سد لتخفيف إشكاليات المياه. وأشار عضو وزارة الزراعة المشرف على العمل السيد حقوس عليه عن بناء الحواجز المائية ويتسارع العمل لإكمالها قبل حلول موسم الأمطار. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية لقو عنسب السيد ملاكة قبريوت أن اتخاذ مبادرة حل المصاعب حسب القدرات عمل يجب الإشادة به والترسيخ كثقافة. وتضم ضاحية مغركة قرى مغركة وعد ورحسب ودق داشم ويغطونها 3500 نسمة. السادة والسيدات، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال مسؤول عسكري أمريكي أن ضربة جوية أسفرت عن مقتل 3 مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة بلاد بونت شبه المستقلة في الصومال، وذلك بعد أسبوعين من مقتل نائب زعيم التنظيم في ضربة أخرى. وقال سكان أن الصواريخ ضربت بئرين على مشارف قرية تبعد نحو 60 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من بوصاصو العاصمة التجارية لبلاد بونت. وكثف الجيش الأمريكي من حملة الضربات الجوية في الصومال كثيرا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة، وقال أنه قتل أكثر من 200 متشدد في عامين. وقال مسؤول في المخابرات في بلاد بونت أن الضربة الجوية استهدفت الجماعتين، وسابقا وقعت اشتباكات بين حركة الشباب المسلحين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الشمال. اختتمت إيران وروسيا وتركيا محادثات استمرت يومين حول سوريا في كازاخستان دون تحقيق أي تقدم ملموس بشأن إنشاء لجنة دستورية تقود تسوية سياسية في البلاد التي دمرتها الحرب. وأعلنت الدول الثلاث الراعية للمحادثات في بيان مشترك أن اللقاء بحث مسألة إنشاء اللجنة الدستورية مع موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون. وتعول الأمم المتحدة كثيرا على إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع السوري. هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد شن هجوم شامل على المتشددين في محافظة إدلب السورية من جانب القوات السورية مدعومة بقوة جوية روسية، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الخيار لن يكون عمليا في الوقت الحالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما في 2013. خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستجابة إلى أعضاء الرابطة وانسحاب بلاده من المعاهدة الدولية للأسلحة التي تعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى. وتشمل المعاهدة تصدير الأسلحة التي تتراوح بين الأسلحة الخفيفة إلى الدبابات، لكنها لا تتعلق بالمبيعات الداخلية. وقال ترامب أن الأمم المتحدة ستتلقى قريبا مذكرة رسمية بانسحاب بلاده من المعاهدة، واصفا الخطوة بأنها دفاع عن السيادة الأمريكية. وختاما في هذه النشرة، قام فنان فلبيني بتقليف هيكل حوت بواسطة النفايات البلاستيكية أملا في أن يثير عمله انتباه الناس ويوعيهم بمخاطر تلوث البيئة بالمواد البلاستيكية. وقد استعمل الفنان المصمم بيبوي قوارير البلاستيك وأكياس النفايات من البلاستيك
لتغليف هيكل الحوت البالغ طوله نحو 24 مترا. وكان تم العثور على حوت نافق في الفلبين هذا العام، وهو يحمل داخل معدته كميات هائلة من البلاستيك. وتقدر كميات المواد البلاستيكية التي يلقى بها في المحيطات بنحو 8 ملايين طن. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.